سيادة رئيس المجال وملك المواويل، وهيكون أيقونة الأغنية الشعبية في مصر. المشاكل والخلافات ملهوش فيها، وشغله أهم حاجة، وده سبب تصدره الترند. ماشي على نهج جورج وسوف وبيتعلم منه. من صغره بيغني في الأفراح الشعبية من المحلة، ووصل لكل محافظات مصر، وبقى نجوم كبار بيطلبوا يغنوا معاه وياخدوا أغانيه. المطرب الشعبي أمير قاسم زوجته ملكة جمال، وأخوها منافس لجوزها في المجال. في الفيديو ده هقول لك حكايته وإزاي اتشهر وغطى على نجوم كبار على الساحة. أغنيته شفتوا اللي بيحكوا علينا كانوا ليل ونهار عندنا قلب الدنيا الفترة الأخيرة، ومفيش حد مش بيغنيها لدرجة إنها علقت مع الناس. أمير قاسم ما بقاش في يوم وليلة مطرب شعبي، ولكن من صغره هو بيغني في الأفراح الشعبية. أمير من المحلة، وأحيا تقريبا كل الأفراح فيها وفي كل محافظات مصر، وكتير بيروح الأفراح يجامل بدون أي مقابل، لأن حب الناس عنده أهم من الفلوس. ولكن طبعا لو عنده شغل والتزامات بيكون غصب عنه، لازم يلتزم بمواعيده. ومن كتر أفراحه وحفلاته مش بيكون عنده وقت فاضي طول السنة، وبيطلب بالاسم وله جمهوره. أمير مطربه المفضل جورج وسوف، وبيحب أغانيه واللون ده من الأغاني، وتعلم منه كتير في المقامات وتربى على صوته. عشان كده عنده بحة في صوته ونغمة شبه أبو وديع، وطبعا كل القديم زي أم كلثوم ومحمد رشدي وكتير غيرهم. أما من الجيل الحالي على الساحة، أمير بيحب أغاني وستايل وصوت مصطفى حجاج وأحمد شيبة ورضا البحراوي، اللي بيعتبره أخوه وابن بلده. أبوه كان سميع وصوته حلو وبيغني، بس بينهم وبين بعض مش في الأفراح، وكان يحب يخليه يغني مواويل. وقال في أي فرح أو لايف يشوفوا ليا مش بغني موال مش بيتفرج عليا، على عكس أمه تحب أغانيه الشعبي اللي كلها هيصة ورقص. وعلشان كده هو بيرضي الاتنين وبيغني اللونين، المواويل والشعبي. قالوا عنه ملك المواويل، بيحب الموال جدا وبيعشق كلماته، وشايف إن الموال بيعبر عن الناس وواقعي، وكل أغانيه فيها لمسة من المواويل. وقال أي مطرب عشان يثبت نفسه ويعمل اسم لنفسه بيكون بالكلمة الحلوة، ولما يحصل ده تقدر تغني مهرجانات ورقص وشعبي زي ما تحب. وده مش معناه اني ضد المهرجانات واغاني الرقص. اللي بيعجب الجمهور في اغاني امير قاسم انها قصه وحكايه، كأن في حوار بيدور بين اتنين، وفي رساله حلوه من كلماتها مع لحن عظيم، فبتطلع اغنيه بالشكل المبهر ده وتحقق نجاح كبير. اغنيه انتم ملايكه حققت اكتر من 10 مليون مشاهده، وكانت الاغنيه دي فتحه الخير عليه، ومن بعدها كل اغانيه بقت ترند. امير مطرب شعبي ومسجل في نقابه الموسيقيين كأنه مطرب شعبي مش مؤدي مهرجانات زي كتير على الساحة، وده طبعا مديله ثقل في الوسط. وبحكم غناه من صغره فكان معروف بين الموسيقيين. هو مش بتاع ترندات ولا بيدور على شهرة، شغله واغانيه هي اللي بتخليه ترند. ورغم انه زي اي مطرب بتقابله مشاكل مع مطربين تانيين، ولكن عمره ما استغل ده لترند، لدرجة ان مشاهير المطربين بيطلبوا منه يغنوا اغانيه في الافراح، وبيبعتوا له يستأذنوه ياخدوا الاغنية، وهو بيرفض ويقول مين هم، لكن متأكد ان الجمهور عارف مين المطربين دول. ولما بيرفض انهم يسجلوها بصوتهم بيزعلوا منه، وحتى في بداياته اتخلوا عنه ورفضوا يطلع يغني معاهم، وتدور الايام ويرجعوا عايزين يغنوا معاه. امير كتب كتابه من كام اسبوع كده وغنى لعروسته بنفسه، والكل شايف انهم لايقين على بعض وبيحبوا بعض جدا. عروسته اسمها ملك رجب، وفعلا ملكة جمال. اخوها هو كمان مطرب واسمه محمد رجب البلوزي، وفي فرحه كل نجوم الطرب الشعبي غنوا له ووجبوا معاه، وكان اولهم امير طبعا. الكل متوقع له نجاح وشهرة كبيرة اكتر من اللي وصل ليها، وشايفين ان صوته مميز ويستحق ده. ايه اكتر اغنية او موال بتحبوه لامير قاسم؟ وهل ممكن يقدم لون جديد رومانسي مثلا؟